العقل الباطن دايما على استعداد انه يستقبل المحفزات الخارجية علشان يتحرك، يطرح عليك فكرة، يفكرك بذكرى. الأغاني من أكتر الحاجات اللي بتدخل على العقل الباطن دايركتلي بشكل مباشر كده، بتروح خابطة فيه. فعلشان كده أنا بصراحة بطلت أسمع أغاني، والأدق بتحرى إن أنا لو هسمع حاجة على طريق سفر مش عارف إيه، حاجة كده تبقى بسيطة، بتحرى إن أنا لما بسمع حاجة اسمع حاجة مشاعر حلوة. يعني ما بسيبش نفسي عرضة إنه الأغنية اللي تعدي عليا في الراديو خلاص، لا، أنا لو هختار حاجة أو هسمع حاجة بختارها. كنت في 2019 كان عندي مؤتمر في أمريكا مع توني روبنز، ده يعني إيه، حدث كده بيتكلم فيه على الهيومن ديفلوبمنت، بقى ازاي الواحد يحسن من نفسه، من افكاره، من عيشته والحاجات دي كلها. فكان في الفواصل او طول ما هو بيتكلم مشغل اغاني معينه، ولكن اغاني بموجات معينه تخلي الانسان يزيد من حماسته، وفي نفس الوقت الاغاني اللي كلماتها عباره عن ايجاد القوه الداخليه، وان انا اقوى من الظروف، وان انا مش عارف ايه. فحاجات كلها كده empowering. وده كان اكبر دليل وقتها على ان فعلا الاغاني الحزينه دي بتعمل ايه في النفسيه، بتوقعها. حتى لو انت كنت في مود كويس، الاغنيه الوحشه دي ممكن توقعها. فاختار هتسمع ايه.